لما تلمي شعرك كده لورا بتبقى في حته كده فاضيه من قدام. المنظر ده بيضايق جدا، بس ما تقلقيش هقولك النهارده ازاي ترجعي شعرك تاني من قدام. بس الاول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. ولا مش هقولك على المينوكسيديل، كل الناس بتجري على المينوكسيديل اول لما يشوفوا اي تساقط، بس اسمحي لي هقولك الحقيقه انه مش مناسب لكل الانواع، وممكن لما تستخدميه يوقع كل شعرك بسبب اعراض الانسحابيه وانت مش محتاجاه اصلا. بالظبط كده، هنستخدم بدائل المينوكسيديل زي انيفاجين وريفوفيجين وفيفالدول وغيرهم كتير جدا، بيشتغلوا على تحفيز البصيلات وتنشيط الدوره الدمويه وبيوقفوا التساقط. بس بقى لو عايزه نتيجه اقوى يبقى احنا محتاجين ندخل المنتجات دي اعمق جوه الجلد، عشان كده ممكن نستخدم ريتينويد وممكن نستخدم ديرما رولر او ديرما بان او حتى ديرما ستامب. انا بقى هقول لكم النهارده ازاي تستخدموا الديرما رول عشان تعالجوا تساقط الشعر ده. هتجيبي ديرما رول طولها من نص ل1 ملم، وهتنقعيها في محلول فيه 70% من كحول الايزوبروبايل من 5 ل 10 دقايق كده. هتبداي تمشي الديرما رول على المنطقه دي بالعرض مره وبالطول مره، بس اهم حاجه انها تبقى في اتجاه واحد. يعني ايه؟ يعني هتبداي تحطيها على المنطقه وتحركيها لقدام وبعدين ترفعي، بعدين تروحي لمنطقه تانية خالص غير المنطقه الاولانيه وبعدين تحطيها وتحركيها لقدام وبعدين ترفعي، وهكذا لغايه ما تخلصي المنطقه كلها بالعرض، وبعدين تبداي بالطول بنفس الطريقه. بعد بقى ما تخلصي المنطقه كلها بالديرما رول هتبداي تحطي المنتج اللي فيه المواد الفعاله لغايه ما يتشرب كويس جدا. طب لو ما عندكيش ديرما رول ممكن ساعتها تستخدمي الريتينويد زي الاكريتين او الريتين ايه. هتحطي منه طبقه خفيفه جدا يغطي كل المنطقه قبل منتج التساقط، واول لما يتشرب خالص هتحطي منتج التساقط عادي جدا، هيزود من الامتصاص وهيتشرب بسرعه جدا ونتائجه هتظهر بسرعه. عايزه اقولك ان السوق مليان منتجات لتساقط الشعر، بس كل تساقط بيفرق عن التاني، فلازم احدد السبب الاول علشان اختار المنتج بتاع التساقط. بس اهم حاجه بقى هو ان شعرك ما يبقاش مشدود، سواء بتلبسي طرحه او بتعملي تسريحه معينه خلي شعرك كده مرتاح ومش مشدود ابدا. بس كده، لو عندك اي سؤال اكتبي لي في الكومنتس وقولي لي عايزه نتكلم عن ايه في الفيديو الجاي، وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك فيديوهاتي الجديده.